أهلا بكم إلى النقاش المغربي مشاهدينا، نعود فيه بالتفصيل والتحليل على ثلاثة مواضيع شغلت الرأي العام المغربي لهذا الأسبوع. ويحضر معي لنقاش الليلة سيد بشير عبد السلام الكاتب والإعلامي. سيد بشير مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. مع أيضا في الاستوديو سيد زيدان خليف أستاذ جامعي المختص في العلاقات الدولية. سيد زيدان مرحبا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. وأخيرا وليس آخرا معي من الرباط السيد أشرف الطريبق مدير مركز هسبرس للدراسات والإعلام في المغرب. سيد أشرف أهلا بك. البداية ستكون من المغرب، وبسبب حضور وفد البوليساريو انسحب المغرب مدعوما بتسع أو 8 دول عربية أخرى على رأسها السعودية والإمارات والأردن، انسحب من القمة العربية الإفريقية التي كانت منعقدة في ملابو في غينيا الاستوائية في نسختها الرابعة. المغرب ندد بما سماه كيان وهمي في إشارة إلى الجمهورية الصحراوية ودعوته لحضور القمة للمرة الأولى منذ بداية دوراتها، دعوة أصر عليها الاتحاد الإفريقي. فهل كان الغضب المغربي مبررا، وهل تم استفزازه كما يقول، وهل كان عليه أن ينسحب من هذه القمة، وما هي تداعيات هذا الانسحاب على العلاقات المغربية العربية والعلاقات المغربية الإفريقية وطلب الرباط للعودة إلى الحاضنة الإفريقية؟ سيد أشرف من الرباط، أبدأ معك. هل كان غضب المغرب مبررا وانسحابه مبررا أيضا؟ طيب، شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج. طبعا الموقف المغربي هو موقف راسخ ومبدئي فيما يتعلق بمشاركة جبهة البوليساريو في أي مؤتمر دولي أو في أي قمة، لأنه الموقف الرسمي المغربي يعتبر على أنه جبهة البوليساريو هي كيان وهمي ولا يتعلق الأمر بدولة كما هي محددة وفق الشروط الموضوعة داخل القانون الدولي. ولهذا استضافة جبهة البوليساريو في هذه القمة العربية الإفريقية اعتبرها المغرب استفزازا لسيادته وموقفا لا يتناسب مع شروط عودته لمنظمة الاتحاد الإفريقي التي بدأها بخطاب الملك في قمة كيغالي. وبالتالي المغرب أعلن موقفه رسميا بالانسحاب من هذه القمة بسبب حضور جبهة البوليساريو، كما تمنت هذا الموقف وأيدته في هذا الموقف عدد من الدول العربية والإفريقية، ما يقارب 8 دول، من ضمنهم دول كبرى يعني على مستوى العالم العربي. هذا الموقف بطبيعة الحال يمكن أن يقرأ بشكل مخالف أو معاكس لعودة المغرب أو إعادة انضمامه لمنظمة الاتحاد الإفريقي، ولكن كما قلت مواقف المغرب هي مواقف مبدئية وأساسية. عندما نخالف القانون الدولي، عندما نخالف الأعراف الدولية باستضاف كيان وهمي لا يتمتع بشروط الدولة، حتى وإن ضر هذا الانسحاب بطلب المغرب الانضمام أو العودة إلى الاتحاد الإفريقي. سيد أشرف طريبق. نعم، انضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي هو انضمام ضمن معطيات وسياق دولي معين. وإذا لاحظت على أنه بالتوازي مع طلب انضمام المغرب لمنظمة الاتحاد الإفريقي، قدمت 28 دولة إفريقية طلبا بإقالة جبهة البوليساريو من عضويتها داخل منظمة الاتحاد الإفريقي. طبعا هذا الأمر يعني يحاول أن يراهن عليه المغرب حتى تكون عودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي عودة أساسية وعودة مرتبطة بتحقيق منافع لهذه المنظمة. الأمر لا يتعلق بنزاع سياسي متعلق بالمغرب، وإنما يتعلق بتخليق ممارسة سياسية دولية. الضيفين الموجودين هنا معي في الاستوديو، سيد زيدان خليف الذي يبدو أنه لا يشاطرك الرأي. سيد زيدان تفضل. أولا مساء الخير وتحية لمستمعي ومشاهدي القناة، وتحية إلى ضيوفك أو ضيفك الكريم من الرباط، وإلى صديقنا في الاستوديو. لا أوافقه، ولكن ما قاله ضيفكم من المغرب مدعاة للضحك وللاستهزاء صراحة وسياسيا أقصد ذلك. لماذا؟ لأن المغرب قد تخلى بمحض إرادته عن الوحدة الإفريقية أو منظمة الوحدة الإفريقية في 84، والآن يريد أن يرجع إلى الاتحاد الأفريقي. انسحب لسبب، يعني بسبب قبول الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الإفريقي. للخروج وللدخول هناك أسباب. في 84
دخلت البوليزاريو وكانت عضوا وكانت نائبا للرئيس في ذلك الوقت. الآن المغرب يريد أن يرجع إلى الاتحاد الإفريقي الذي هو ليس فيه عضوا ويريد الدخول فيه، وبالتالي يضع شرطا هو طرد أحد أعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد والذي هو عضو، ألا وهي جمهورية البوليزاريو أو جمهورية رسميا صحراوية. لم يضع هذا الشرط، يعني عندما تقدم بالطلب الرسمي لم يضع، لا، ولكن تمنينا أن لن يكون شرطا وأن يعود المغرب حتى تلتئم أفريقيا، ولكن دول أفريقيا. وقال ضيفكم بأن هناك 28 دولة تؤيد أو طالبت في كيغالي بانضمام المغرب وخروج البوليزاريو. سؤالي المطروح وسؤالي بسيط: أين هذه الدول والتي لم تتبع المغرب في هذا المحفل الدولي العربي الأفريقي؟ فلم تتبعه، ولكن الذين خرجوا هم الذين التحق بهم فيما يسمى مجلس التعاون الخليجي. هذه الدول التي ليست فقط دول مجلس التعاون الخليجي، وهنا كلام آخر، يعني هي كانت هناك الأردن، الصومال أيضا انسحبت. هو أولا فيما يخص التعاون الخليجي يعني ما يسمى بنادي الأمراء والملوك والمشايخ باستثناء يعني، ولكن هذه المجموعة زد على ذلك اليمن الرسمي والصومال الذي لا نعرف له حدودا منذ 1992. والشيء الآخر، الآن أصبح المغرب حجرة عثرة فيما يخص العلاقات العربية والعلاقات الأفريقية. فإذا كان بهذه الطريقة يريد أن يبقى في العالم العربي أو في المجموعة العربية أو في المجموعة الأفريقية، فنحن لا نطلب. مع المغرب بهذه الطريقة لا يمكن لنا أن نتقدم. يعني ألم يستفز المغرب بدعوة جبهة البوليساريو؟ أسأل هنا السيد بشير عبد السلام. عضو مؤسس في داخل الاتحاد الأفريقي وله الحق أن يحضر، ولا يمكن يخرج المغرب لأنه ليس عضوا، ولكن تبقى البوليزاريو لأنه عضوا مؤسسا. زد على ذلك أنه كان ليس من الشروط. سيد بشير عبد السلام، المغرب حاول لعبة سياسية، حاول أن يخرج، تصور أن أغلب العرب سيخرجون معه، و28 دولة أفريقية، 28 دولة أفريقية سيخرج معه. ولكن كان هذا اختبار ربما من قبل المغرب؟ طبعا هذا اختبار، لأن المغرب للتحالفات العربية والأفريقية أراد أن يلعب على بعض من التحالفات الآنية، ولكنه خسر هذه اللعبة، خسر هذه المعركة. نحن نعرف أن هناك 3 دول إفريقية رئيسية كبرى هي التي تمول هذا، منها الجزائر ومنها جنوب إفريقيا ومنها نيجيريا، هي التي تمول 60% من تمويل هذه المنظمة من هذه الدول. هناك الشيك. نعم، تعرف بأنه تمويل. نعم، تمويلا ليس هناك لعبة سياسية، محاولة لعبة سياسية، ولكنه فشل في ذلك. الكرسي الفارغ دائما صاحبه يفشل، لأن إفريقيا سنة 84 ليست إفريقيا اليوم. وقد استمعت لعبة رهان خسره المغرب، لكن أنا استمعت حتى نكون واقعيين. كلمة فقط استمعت لأحد ضيوفكم منذ يومين أو 3 أيام يقول بأن لا، نحن وبعض الخليجيين نمول جوعة إفريقيا. لا، هذا كلام مخطئ. إفريقيا اليوم ليست إفريقيا الثمانينات. دول إفريقيا اليوم ترتقي، تنمو، وفيها كثير من الديمقراطية. من أبرز الدول التي تمول إفريقيا هي الكويت، لم تنسحب. الكويت لم تنسحب، تونس لم تنسحب، الجزائر لم تنسحب، أغلب العرب لم ينسحبوا، لأننا في عالم آخر، لسنا في عالم الثمانينات. طيب، حتى نكون واقعيين وصريحين، ألم يتم فعلا استفزاز المغرب علما أن البوليساريو لم تدعى خلال الدورات ال3 الماضية ودعيت هذه الدورة؟ ولكنه يعرف المغرب، البوليساريو ليست عضوا في الأمم المتحدة، وشروط هذه القمة تقتضي أن يكون المغرب. نحن مع المغرب، لنقولها صراحة، نحن مع المغرب، ولكن المغرب مع المغرب في ماذا؟ عفوا، المغرب أخطأ سياسيا لأنه يعرف أن البوليساريو يحضر هذه القمة، وكان بإمكانه أن يتجاوز. المغرب قد نصح بأن يتجاوز الآن، هذه المسألة متجاوزة. طيب. المغرب يلتقي بين قوسين في الأمم المتحدة مع ممثلي البوليساريو ويناقش معهم الحلول. منذ 20 سنة يناقش معهم الحلول. يجب أن يتشجع اليوم المغاربة
أن لطرح هذا الموضوع بشكل لا جدوى من سياسة لا جدوى الفارغ. أن طيب. يتشجعوا من أجل طرح الموضوع بشكل جدي وجاد، لأن هذا الموقف المغربي لا يعطل المسألة الإفريقية فقط، لا يعطل العلاقات العربية الإفريقية فقط، بل يعطل اليوم المغرب العربي، يعطل نمو المغرب العربي. يجب أن يتشجع المغاربة. وأنا أتصور وأنا أتصور أن المغرب الحديث بالقيادة الديمقراطية الحديثة اليوم يجب أن يطرح هذا الموضوع حتى على إطار المغرب العربي. يجب أن تحل هذه القضية. لا يجب أن يكون المغرب العربي رهينة ورهنة هذه القضية. واضح. يجب أن نتوقف عند فاصل نذكر بأبرز الأخبار ثم نعود لمواصلة النقاش في هذا الموضوع. مشاهدينا، تذكير بأبرز الأخبار. الحكومة البريطانية ترفض الانتقادات التي وجهها إليها تقرير برلماني حول قرارها التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، وتقول إن هذا التدخل أتاح إنقاذ مدنيين. وقوة البنيان المرصوص توجه نداءات أخيرة إلى المدنيين للخروج من الجيزة البحرية آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سرت. رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران يدشن الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة بلقائه صبيحة اليوم بالكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشقر الذي أكد أن قرار المشاركة في الحكومة لا تراجع عنه. فشل جلسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل كانت تسعى للتوافق حول مسألة تأجيل الزيادة في الأجور. عودة إلى النقاش المغاربي مشاهدينا، ونعود إلى النقاش حول المغرب وانسحاب الرباط من قمة ملابو العربية الإفريقية برفقة 8 دول أخرى. أعود إليك السيد أشرف طريبق في الرباط. استمعت ربما إلى ضيفي هنا في الاستوديو، خاصة ما قاله السيد بشير عبد السلام عندما تحدث عن خطأ سياسي من قبل الرباط عندما راهنت على الانسحاب من هذه القمة العربية الإفريقية. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع السيد أشرف. تفضل الآن نسمع. قبل أن أطرح رأيي لابد أن أؤكد على نقاش أساسي، وهو نقاشنا لا يتعلق بأي ضحك أو استهزاء. ولهذا أرجو من كافة الضيوف الذين يحضرون مع هذا البرامج احترام وجهات النظر، لأنه نحن نناقش في إطار مغاربي أخوي، وهذا وبالتالي ولا تستهزئ من كلامي أرجوك. لا أستهزئ من ليس هناك استهزاء من كلامك. دعونا نحترم مبادئ الحوار كلنا نتحاور جميع اللغات، ولكن نحن نحترم القناة ونحترم المشاهدين، وبالتالي نحترم كل شيء وليس علينا بالمزايدة. وإذا أستهزئ فأستهزئ على الرأي السياسي حتى لا نخوض في هذا الموضوع أولا الموقف المغربي هو موقف سيادي يتعلق بالمغرب. هو المغرب لا يفرض موقفه على عدد من الدول حتى نقيس مقياس الخسارة والنجاح بعدد الدول التي انسحبت والتي بقت. هو موقف مبدئي سيادي يتعلق بالمغرب كدولة مستقلة ممتدة تاريخيا في العالم العربي والإفريقي. وبالتالي المغرب عندما يحدد مواقفه ويبنيها على تصوره السياسي وعلاقته السياسة الخارجية وعلى منطوق ومفهوم القانون الدولي. الأمر الثاني وهو أنه المغرب لم يتخلى عن إفريقيا. هل تعتبر منظمة الاتحاد الإفريقي هي السبيل الوحيد والقناة الوحيدة للمشاركة إفريقيا؟ المغرب حافظ على وجوده داخل إفريقيا، وإن لم والدليل على ذلك وهو أنه 28 دولة التي اقترحت انضمام المغرب والتي اقترحت طرد الكيان بوليزاريو من منظمة الاتحاد الإفريقي تمثل الأغلبية. يعني احنا عندنا 54 دولة إفريقية. يقولها إلى المغاربة هذه الكلمة، لا يقولها أحد آخر. أريد أن نفندها، لم يقولها أحد آخر، يقولها إلى المغاربة. 28 دولة، فلماذا 28 دولة لم تخرج إلى أرجوك ما نبقوا دائما نعيد الأشياء. هذا في إطار التفاعل سيد أشرف. هذا مش مقاطعة، هذا تفاعل. لحظة،
هذا طلب موقع ورسمي، وسنرى يعني متابعة ملف انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. طيب والمغرب حتى لا نتوقف كثيرا عند هذه النقطة، نمر إلى نقطة أخرى. ما الذي ربما تعلنه أو ترين إياه هذه الأزمة، ما حدث في القمة العربية الإفريقية حول التحالفات المغربية العربية، من حليف المغرب ومن ضد المغرب؟ ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن نصل إليها؟ المغرب دولة قائمة الذات وتفرض نفسها في مختلف الملتقيات والقمم، وبالتالي موقف بعض الدول التي ساندت المغرب في موقفه هو موقف يحترم، وقد شاركها المغرب في بلاغ وزارة الخارجية. ومواقف الدول التي لم تنسحب هي تقدر مواقفها، فبالتالي المغرب ليس مطالبا منه أن يفرض موقفه كما تفعل بعض الدول. المغرب ليس دولة تشتري المواقف أو تريد أن تفرض دعما معينا مرتهنا بموقف سياسي معين. هو يتعامل مع جميع الأشقاء سواء كانوا داخل القارة الإفريقية أو لا داخل العالم العربي. يعني ليس هناك عتب من المغرب على بعض الدول التي لم تنسحب، مثلا الكويت، مثلا مصر، نعم، تونس. بالعكس، العلاقات المغربية الكويتية علاقات جيدة. موقف مصر أو نيجيريا أو الجزائر أو موريتانيا هي مواقف تقدر بقدرها، ولكل الحق في إبداء موقفه المستقل. وبالتالي المغرب إذا لاحظتم قضية أساسية، وهو أن المغرب انسحب من القمة، ولكن الملك مستمر في علاقاته وفي زيارته بالجوار. وقد أتيتم بتقرير حول زيارته لمدغشقر الذي يسبق القمة الفرنكفونية، وهي قمة على جانب كبير من الأهمية. طيب، ندفع القصير من السيد زيدان وأعطي كلمة للسيد بشير. أن هذا موقف سيادي، ولكن الآن أصبح المغرب كدولة وكدبلوماسية أصبح حجرة عثرة فيما يخص غير صحيح. غير صحيح، ولكن سأثبت لك بأنه صحيح. أصبح حجرة عثرة فيما يخص العلاقات العربية والعلاقات العربية الإفريقية. اليوم أفريقيا على الأقل هناك عشر ما يسمى بمؤتمرات وعشر ملتحقات بينها. هناك اليابان، هناك الهند، هناك روسيا، هناك أوروبا، هناك أمريكا اللاتينية. فالآن بهذا الانسحاب دفع المغرب إلى هذه الدول السبع أو الثمانية الدول العربية أن تخرج من هذه المنظمة أو من هذا اللقاء، وبالتالي أصبح هناك زعزعت العلاقات العربية الإفريقية، علما بأن هذه هي رابع لقاء منذ 77 إلى اليوم. فحتى نستجيب، هناك مواضيع أخرى يجب أن نناقشها أيضا. حتى لا يعرف المغرب أنه ليس هو الموجود في هذه المسألة، هي وليس الموجود في المغرب العربي الكبير، وعليه أن يحترم الآخرين وعلينا أن نتقدم. فالمغرب له علاقات خفية مع إسرائيل، ولكن هذا موضوع آخر لا ندخل فيه. وما دخل إسرائيل بالقضية للأسف الشديد. الموقف المغربي يفهم في إطاره ولا شك في ذلك. سيد أشرف، نستمع طبعا نحن الموقف المغربي يفهم في إطاره. ما نفهمه نحن في هذه الأيام أن وما نتصور أن ملك المغرب وحكومة المغرب مستعدان إلى تجاوزه، فقط لم توجد بعد الآلية. لأن هذا الموقف لا يؤثر على علاقات العرب بإفريقيا فقط، ولكنه ما يهمنا أكثر يؤثر على نمو اتحاد المغرب العربي، وهذا يشعر به المغرب ويعرف المغاربة، يعرفون أن هذا الموقف يسيء إلى حد اليوم إلى هذا الاتحاد المغاربي الذي لو توصل المغرب إلى حل مشكلته مع الصحراء لوجد المغاربة كلهم، التونسيون والليبيون والموريتانيون والجزائريون والمغاربة، لوجدوا في أنفسهم قوة أكثر للذهاب إلى أفريقيا. هذا ما نقوله اليوم. يعني يجب أن يكون هناك اتحاد مغاربي، نعم، داخل الاتحاد الإفريقي، داخل الاتحاد الإفريقي. معنى ذلك أن الموقف العربي اليوم مرتهن للموقف المغاربي، والموقف المغاربي مرتهن إلى موقف المغرب. نحن لا نلوم على أن المغرب له قوة سيادية ويتحرك سياديا، بالعكس لا نلوم على ذلك. ما يلومه الجزائريون والتونسيون بالخصوص والليبيون إلى آخره والعرب وراء كل هؤلاء
أن المغرب بموقفه هذا وهو يناقش البوليزاريو في كل مكان، في فرنسا يناقش البوليزاريو، وفي الأمم المتحدة يناقش البوليزاريو، وفي أمريكا يناقش البوليزاريو، لأنها تملى عليه هذه المواقف. لا لأنها تملى عليه، تملى عليه هذه المواقف. لأنها ليست تملى عليه، لأن هذه الواقعية واقعة الجغرافيا السياسية، ولكنه لم يجد بعد الشجاعة الآلية، لم يجد بعد الآلية موجودة أمامية. هناك لم يجد الآلية بعد إلى أن يقول طيب حتى ننتقل إلى موضوع نتوقف، نجد حل وسط، نجد حل حقيقي واقعي من أجل اتحاد المغرب العربي، من أجل المغرب ومن أجل إفريقيا ومن أجل هناك موضوعان آخران يجب أن نناقشهما في هذه هناك الأمم المتحدة والاستفتاء. سيد زيدان أرجوك نتحدث الآن عن الجزائر. إعلان حرب، هكذا وصفت لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال قانون المالية أو الموازنة الجزائري لعام 2017 قبل أن تتم المصادقة عليه في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي بعد جلسة ماراثونية شابه التوتر ودامت 5 ساعات وبفضل دعم أحزاب السلطة المهيمنة على الأغلبية في البرلمان. هذا رغم السجال السياسي المحتدم الذي سبق تمرير القانون والمطالبات بتعديله التي وجهت إليه. وأقر القانون حزمة من الإجراءات التقشفية يأتي في مقدمتها رفع أسعار المواد التقوية كالوقود والكهرباء والرفع من رسم القيمة المضافة بنقطتين، وهو ما يرفع أسعار الاستهلاك بشكل كامل. إجراءات تقشفية صارمة يرى بعض المراقبين أنها تهدد سياسة شراء السلم الاجتماعي التي تسلكها الحكومة منذ سنوات وتضع البلاد على صفيح الاحتجاجات الساخن. سيد زيدان خليف، أبدأ معك. هل تتفق مع الذين يقولون بأن هذا القانون هو إعلان حرب ويهدد السلم الاجتماعي في الجزائر؟ أولا ليس هو قانون مالية، هو طاعون مالية 2017. أولا هذا توصيفه وليس قانونا وإنما مرضا طاعونا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هذه هي هدية العهدة الرابعة البوتفليقية إلى الشعب الجزائري، وبالتحديد جاء به شعب بوتفليقة. الآن كل شيء سيضاف إليه، وعندما يستفيق الجزائري في 1 جانفي 2017 فعليه أن يضرب في 2 على الأقل كمية أو المال أو الماهية حتى يستطيع أن يكمل الشهر، لأن ما يسمى يعني سيضطر إلى شد الحزام المواطن الجزائري. يعني أن ماهيته اليوم لا تستطيع أن تتعدى له 15 جانفي 2017. وهذا ما قاله فاروق قسنطيني، والذي هو حتى بذلك مقرب من السلطة، وهو فيما يخص حقوق الإنسان يقول بأن رفع الأجور عليه أن تصل على الأقل إلى 35 بين 30 و 35 ألف دينار، علما بأن الأجر القاعدي الآن هو 18,000. وبالتالي كل شيء يضاف إليه، حتى حتى استخراج الوثائق الإدارية كالبطاقة البيومترية وجواز السفر. وهناك حتى جواز من نوعين، في 28 صفحة وفي 45 صفحة. وإذا ضاعت البطاقة سيد زيدان، مجبر أخاك لا بطل، أليس كذلك؟ يعني هناك مشاكل يعني بنيوية تحيط بالجزائر، انخفاض سعر البترول، يعني هناك مشاكل عديدة يجب إجراءات تقشفية، هذا ضروري. ولكن لماذا يدفعها الشعب عندما كانت البحبحة؟ لماذا لم يستفيقوا؟ طيب لماذا هذه الحكومات المكونة من وزراء ليسوا أكفاء ومسؤولون فاسدون، وآخرهم هذا البرلمان الذي وافق على هذا المشروع، أضاف، وأقولها أمامكم، أضاف بعض الضرائب التي لم تفكر فيها الحكومة، أضافها البرلمانيون الذين تقاضوا ماهية بانتهاء مهمتهم ورفع أيديهم داخل البرلمان كالذين يعزفون الكمانجة. طيب. تلقوا 260 ألف دينار كماهية إضافية لخروجهم. هؤلاء هم الذين أوصلوا الماء إلى هذا، وأوصلوا الوضع إلى الوضع الاجتماعي الذي هو متفجر من الآن. يقول بأن هذه الانتقادات شعبوية. سيد بشير عبد السلام، ما رأيك في هذا الموضوع؟ ما يجري في الجزائر يجب أن يوضع في إطار آخر. ما هو الإطار الآخر؟ أولا نذكر ببعض المعلومات. لم يتوقف إطلاقا بيع البترول والغاز منذ 30 سنة في الجزائر. 10 سنوات الجمر التي مرت بها الجزائر لم يتوقف فيها تصدير العشرية السوداء، لم يتوقف فيها تصدير البترول والغاز
الجزائري. وأغرب ما في الأمر تصدير الغاز الجزائري الذي يمر بالمغرب والذي يمر بتونس، الذي يمر بالمغرب لم يتوقف إطلاقا. الجزائر من أغلى بلدان أفريقيا، البلد الأول في أفريقيا. البحبوحة الذي يتكلم عنها صديقي لا زالت موجودة في الجزائر. الجزائر ولكنها الجزائر تصرف لماذا هذه الإجراءات التقشفية؟ سأقول لماذا. تصرف مليارات الدولارات على التسليح. الدولة الأولى بعد المغرب في أفريقيا الأكثر تسلحا. هناك 4000 كيلومتر من ولذلك لا يفهم الجزائريون لماذا هذه الدولة الغنية الغارقة في الغناء التي ليس لها دولارا واحدا دينا. هناك تهديدات أمنية سيد بشير عبد السلام. عفوا سأقول هذا. ليس لها دولارا واحدا دينا في الخارج. صفت كل ديونها الجزائر، حتى أن الدائنين الغربيين رفضوا منذ سنوات أن تعطي الجزائر كل ديونها. طيب بيع الغاز لم يتوقف، بيع البترول لم يتوقف، لكن سعر البترول انخفض، وهذا حتى من مداخيل الدولة الجزائرية السيد بشير. قانون المالية اليوم، قانون المالية الجزائري توقف على $50 سعر بترول. والبترول وليس يساوي $50. وهو سعر حقيقي. هذه فرضية. لا يساوي 50. لا يساوي 50 سعر حقيقي لسنة 2017. بريفيزيون لسنة 2017. الجزائر هذا توقع يعني. الجزائر لا يضيرها أن يكون سعر البترول $70 أو $65. لا يضيرها، لأن كميات الجزائر كميات مهولة. يعني هناك بحبوحة مالية بالقدر الكافي حتى تمكن المواطن الجزائري من العيش. لكن اختيارات النظام الجزائري، مثل ما سنتحدث عن اختيارات النظام التونسي، اختيارات النظام الجزائري التي تحاول اليوم أن تقول للناس نحن مضطرون للتقشف. طيب إذا كنا مضطرون للتقشف نقوم بقانون عادل، التقشف على الجميع. لماذا نرفع نقطتين في التيفيا؟ لماذا نرفع نقطتين في القيمة المضافة ونحن نعرف أن 98 من القيمة المضافة يدفعها الشعب الكريم، لا تدفعها الشركات. لا. وهناك من يقول إن هذا القانون تم سنه مراعاة لمصالح رجال الأعمال والكارتل المالي كما يقال. القانون سنة من أجل أن يبقى هذا الشعب الكريم في حالة فوضى وفي حالة إدقاع وفي حالة فقر. الجزائريون. طيب نأخذ رأي السيد أشرف الطريبق من الرباط. سيد أشرف، نستمع إلى رأيك في هذا الموضوع. نعم، ما وقع في قانون المالية الجزائر سنة 2017 هو تحصيل حاصل، لأنه الدولة عندما لا تستطيع أن تفرض توازناتها الماكرو اقتصادية، وعندما لا تستطيع أن تحقق معادلتها المتوازنة المبنية على تنويع الموارد والتحكم في المصاريف، ستصل في سنة معينة إلى مثل هذا القانون. للأسف الشديد النظام الجزائري لم يستطع منذ بدايته تنويع موارده، واعتمد فقط على ثروته ومقدراته النفطية، وهذا ما يقع أيضا في الخليج. لاحظت أنه السعودية اضطرت مؤخرا إلى تنويع وتغيير مواردها واعتماد استراتيجية جديدة، وبالتالي أعتقد أن ما يقع الآن في الجزائر هو تحصيل حاصل. لكن ما يعاب يعني خارج زاوية التقني المالي على هذا المستوى هذا القانون هو لماذا للأسف الشديد الشعب دائما يدفع فاتورة الإصلاح. لماذا الشعب دائما يدفع فاتورة التقشف، في حين أنه للأسف الشديد هناك كما قلت كارتيل مالي متحكم ولوبيات مالية متحكمة في الاقتصاد الجزائري. هناك قنوات للفساد، يعني هي قنوات معروفة جدا، وللأسف الشديد النظام السياسي الجزائري يستمد منها شرعيته ليستمر في حكم الجزائريين كما ينبغي. للأسف الشديد قانون المالية الجزائري هو أعتبر أنه قانون مالية غير منصف، قانون تفرضه المعادلات يعني المرتبطة بجميع نظم التمويل ونظام النقد الدولي وكذلك الشركاء الخارجيين، ولكن في مستوى داخلي هذا القانون من شأنه أن يحقق اضطرابا واحتقانا اجتماعيا يمكن أن تدفع فاتورته الجزائر، لا سيما أنه الجزائر دولة لم تستفيد من الربيع العربي، لم تستطيع أن تحقق تقدما ديمقراطيا ولو انتقالا بسيطا جدا لتستطيع إشراك الشعب في محاولة الإصلاح، لأنه أي تغيير بدون التعامل مع القوى الشعبية لا يمكن أن يعطي نتائجه على المستوى المالي. أريد كلمة واحدة، أريد أن أذكر السيد طريبق من الرباط بأن الربيع العربي بدأ عندنا في 88
وفي ذلك الوقت ملككم الحسن الثاني قال حتى لا نخرج عن سياق الموضوع. قال سنترك التجربة وحقل التجربة في الجزائر، ولكن طيب. ما أعيب على الجزائر، ما أعيب كلمة واحدة، ما أعيب على الجزائريين، ما أعيب على الجزائريين وما أقوله لبوتفليقة. بوتفليقة عندما أتى قال سأعطيكم الجزائر كما وجدتها، فقد وجدها الخزانة فارغة. والآن هذا قانون المال 2017 وطاعون المال 2018 هل هناك كارتل مالي يتحكم في السلطة الجزائرية سيد زيدان؟ الكارتل ليس هناك مال حتى يكون هناك كارتل. هناك ليس هناك رجال أعمال يتحكمون في رجال القرار السياسي. هو مال الفساد، هم الذين يأتون بهؤلاء النواب، هم الذين يسمون أنفسهم أو الأحزاب تسمى بأحزاب الشكارة. ها هم الكارتل، هم الذين أوصلوا الماء إلى الحزام إلى الطبيين، هم الذين جعلوا من هذا القانون المال 2007 قانون المالية طاعون المالية 2017 هل سيصور إلى ما نحن إليه المواطن الجزائري ضد هذا القانون؟ يعني باختصار بكلمة، نعم أم لا؟ يجذبه حتى لا يعترف به ولا يعترف بنا الذين وافقوا عليه والذين سنوه. طيب. وهذه ستكون القنبلة الداخلية، لأن نحن نحافظ على ما يحيط بنا من الحدود. أما الآن فالمشكل الآن داخلي. نتحدث الآن عن تونس بنسبة 12%. تمت زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لتفوق 108 ملايين دينار تونسي، أي 47 مليون دولار. أعضاء مجلس نواب الشعب عبروا خلال مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 يوم السبت الماضي بالبرلمان، عبروا عن استغرابهم من تضخم ميزانية هذه المؤسسة مقارنة بتراجع ميزانية رئاسة الحكومة وميزانية مجلس نواب الشعب، في حين اعتبر عدد آخر من المتدخلين أن الزيادة في حجم ميزانية الرئاسة أمر عادي. سيد بشير عبد السلام، ما هو تعليقك على هذا التضخم كما يصفه البعض؟ لا يهتم التونسيون كثيرا بتضخم هذه الميزانية بقدر ما يهتمون بأن هذه الميزانية بأكملها عوض أن تأتي عبر اتفاقيات سياسية مثل ما كانت وثيقة قرطاج تقول، فهي جاءت ضد حتى الذين أمضوا على هذه الوثيقة، ما يدل مثل المثل الجزائري ما يدل على أن هناك متحكم آخر في الميزانية وهناك تصورات أخرى للميزانية. الميزانية التونسية منذ 2 أو 3 سنوات تنحى هذا المنحى، تعطي إمكانيات أكبر لرجال الأعمال، تحاول وقد حاول الرئيس التونسي للمرة الثانية حاول أن يمرر بعضا من تصوراته في المسألة الاقتصادية وفي المصالحة الاقتصادية داخل الميزانية السنة الفارطة، ولكنها أسقطت من خلال النواب. هذه السنة يحاول أن يمررها بطريقة أخرى. هؤلاء في الواقع، هؤلاء يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية ومن يتبعهم لا يعيشون مع التونسيين في حقيقة الأمر، يعيشون خارج خارج الحلم التونسي إطلاقا، لأنهم هناك قاعدتين اثنتين ينتظرهما التونسيون جميعا. القاعدة الأولى هو قانون لم يقدر أن يمرره البرلمان التونسي لحد اليوم، هي المعرف الوحيد المعرف الوحيد طالب به الجميع منذ بداية الثورة من أجل معرفة كل الناس من يفعل ماذا، وهؤلاء يضعون سدا منيعا ضد هذا القانون لكي لا يدخل المهربون والفاسدون ورجال الأعمال الذين هم مدانون لهم ديون كثيرة من طرف البنوك حتى لا يعرفهم الناس، لأننا أيضا دخلنا في حالة شفافية في تونس. الشيء الثاني الذي لم تقدر عليه الحكومات إلى اليوم هي أن تعطي للبرلمان التونسي أحقية، وهو المؤسسة العليا التشريعية، أحقية أن يكون مستقلا إداريا وماليا. طيب هذه النقطة بالتحديد، يعني هل يعني زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية بأننا نريد التوجه بتونس نحو نظام رئاسي بشكل أكبر؟ هذه محاولة، لكن دليل على ماذا؟ دليل على أن الذين يحكمون اليوم في تونس يريدون أن تكون لهم إمكانات مالية كبرى من أجل أن لا يمروا بالوزارات وبالمراقبة، لأن ميزانية رئاسة الجمهورية في الأخير نعرفها كم هي، ولكن لا أحد يقدر أن يعرف أين صرفت بالضبط. طيب سيد زيدان، فيما يخص ميزانية الجمهورية هي ميزانية قصر قرطاج،
حتى أنه ساركوزي يعاب عليه في واحد المرات بأنه المطبخ نتاع الإليزي مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة مفتوح، وعنده 21 أو ما يشابه ذلك سيارة مع سائق سيارة. ف 46 مليون دولار هي باجي قايد السبسي. ويقول باجي قايد السبسي في آخر لقاء معه مع التونسية، يقول بأن هذه المنضدة أعرفها وأعرف هذه المكتبة وهذا المكتب وهذا المنضد، فهو يعرف قصر قرطاج. الشيء الوحيد هو يريد أن لا يخضع صرف مجد قصر قرطاج يكون تحت وطأة النواب. نعم. وبالتالي هذا الشيء وهي ميزانية يقولها التونسيون اليوم بأنها ميزانية سياسية، ميزانية سياسية، لأن هناك فهم لدى التونسيين بأن رئيس الجمهورية لن السيد أشرف طريبق لن يمر عليه سنة 2017، لأن سنة 2017 سنة مهمة جدا بالنسبة للتونسيين. النظام التونسي سيختار بين أن يسمح بالانتخابات البلدية، معنى ذلك الانتخابات اللامركزية، يعني أو ألا يسمح بذلك، معنى ذلك أن يشتري من جديد. هو يشتري هذا الدخول السياسي. في 10 ثواني الوقت تقريبا انتهى، نأخذ رأيك على السريع يعني بهذا الموضوع، ورؤيتك أو نظرك أو رأيك في ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية عندما يضم قانون المالية إجراءات تقشفية بالنسبة للمواطن. نعم، هذا هو الإشكال في وضع أي قانون مالي للأسف الشديد، وهو أنه القانون المالي يجب أن يقع بعد توافق سياسي معين، وهذا التوافق السياسي يجب أن يستحضر الأفق المرحلة السياسية التي تعيشها تونس. إذا كانت تونس يعني وضعت خطوات جادة وثابتة في إطار التحول والانتقال الذي تعرفه في عمق النظام السياسي بعد الربيع العربي، فيجب أن تعطي دلالات سياسية مهمة لهذا الشعب. هذا الشعب إذا أردت أن تدخله وتدمجه في إطار إجراءات إصلاحية تقشفية، لأنه الوضع في تونس اقتصاديا يعني هش وعرف يعني تدهورا خطيرا، إذا أردت أن تدمجه في معادلة الإصلاحية يجب أن تعطيه دلالات سياسية معينة، ومن أهم هذه الدلالات وهي التقشف في وضع ميزانية الرئاسة، ليس الرئاسة فقط بل جميع المؤسسات البروتوكولية أو المؤسسات التي تقودها الزعامات السياسية. يعني يجب أن تكون هذا الإجراء للأسف الشديد، نعم هذا الإجراء يعاكس تماما كما قال ضيوفك حول نقد اتفاق قرطاج الذي تم مع الاتحاد العام يعني للشغل. لا يمكن أن تقوم بهذه الإجراءات على مستوى ميزانية الرئاسة ثم تجمد زيادات للموظفين. شكرا لك سيد أشرف طريبق، وشكرا لك السيد بشير عبد السلام وسيد زيدان خليفة، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة النقاش المغاربي. موعدنا يتجدد الجمعة المقبلة.